بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلون جنعين؟ إن شاء الله تكونون بخير وبصحة وعافية وبأحسن حال. فيديو اليوم إن شاء الله يعجبكن، وإذا عجبكن لا تنسن اللايك والاشتراك وأكون ممنونة من عندكن. ومثل ما قاعد تشوفن نبدأ الروتين بالغداء. هنا أنا قلت خلي أسوي لهم للغداء كبسة، صار لي هواي والله ما مسويتها، فقلت خلي أسويها. حمست بصل، هاي خليت الدجاج وفلفل أخضر شوية، وراح أظل أحمس بيه إلى أن ينحمس زين. بعدين أذب فوقها، طبعا أنا الطماطم قشرتها وثرمتها مكعبات، أذبها فوقاها. هنا هاي البهارات اللي خليتها، هاي فلفل أسود وكركم وزنجبيل وكمون، هم خليت لها بعدين شوية، وملح أكيد يعني. طبعا هذا روتيني، كنت بيومها أريد أروح لأهلي، فقعدت الصبح يعني شوية من وقت، قلت خلي أكمل شغلي كله، لأن أنا يعني العصر رحت تقريبا بالخمسة طلعنا، فقلت خلي أكمل شغل البيت وأسوي لهم غدا. لأن يعني أنا دائما مثلا من أروح لأهلي البيت أنظفه، وهدوم ما أخلي بالسلة، يعني هاي اليوم الغسالة وماعين ما أخلي على السنك أي شي يعني، ولو استكان ما أخلي، وأنظف وأعزل يلا أروح. فهنا خليت الطماطة وغطيتها وخليتها بين ما شوية تنحمس، بعدين درت لها الماء. هسه هنا أنا انحمست زين، درت لها الماء وخليتها لأن استوى الدجاج، يلا أضيف التمن. طبعا حبايب قلبي، أحب أرحب بالمشتركات الجديدات وأقولهن أهلا وسهلا ونورتن وحياكن الله، وأحب أشكركن يا بعد عمري، متابعاتي الراقيات الحلوات، والله العظيم يعني ما أعرف، يعني كل كلمات الشكر قليلة بحقكن على تعليقاتكن الحلوة وكلامكن الحلو، وهذا إن دل على شيء فيدل على طيب أصلكن يا بعد قلبي. ربي يحفظكن ويوفقكن ويستر عليكن ويعطيكن صحة وعافية ويحفظ لكم عوائلكم، آمين يا رب العالمين. وطبعا أكو متابعة كانت دائما تقول ادعينا، وابنها صف سادس، فالحمد لله والشكر ابنها نجح، وأقولها ألف ألف مبروك يا بعد قلبي. إن شاء الله تشوفيه بأعلى المراتب، وإن شاء الله دوم الفرحة يا بعد قلبي، وربي يحفظك ويحفظه إلك، آمين يا رب العالمين. وهنا نرجع للكبسة مالتنا، طبعا نشف الماي مالتها، وخليت لها يعني خليتها على العين الصغيرة، وهذا القبق عندي خاولي يعني خاص هيك ألف القبق بيه على مود يتهدر زين، وأغطيه وأخليه يتهدر. وشوف هاي ورا ما تهدر شلون صار، والله يعني الطعم مالتها كان مو طبيعي، يعني كلش كلش طيبة صارت. وهنا أنا بديت أصب غدا، طبعا مو كل إحنا كانوا يعني اثنين من الولد نايمين، فخليت لهم غدا وإحنا القاعدين أكلنا.
وهنا صبينا غدانا وسهمنا وسهمكم العافية، ويا رب يديم هاي النعمة إن شاء الله علينا وعليكم، آمين يا رب. شوف الدجاج شلون ذايب، والتمن يعني فد شي صار والله كلش طيبة. وأكيد ورا الغدا بعد لازم ألم المطبخ، صار هوسة بلشت بعد ألملم بيه. طبعا أنا الفيديو الجاي إن شاء الله التحضيرات القراية مال تهلي، لأن يعني أنا رحت لهلي، قالوا لي على القراية مالتهم، فرحت يعني من قالوا لي على القراية بعد رحت يومين ورجعت. طبعا هم بأيام ما كنت مالي خلق ومريضة سووا قراية وقالوا لي وما قدرت أروح، فهذا المجلس الثاني سووا قلت خلي أروح. هناك كلش حلوة القراية، وهناك بعد يعني أكثر الناس يسووها بالجامع، لأن يعني مكان كبير ومفتوح، ويعني ما يصير حارة وينشرن هن يعني مثلا ملالي وأصحاب يعني ذن شلون اللي مسؤولات عن يعني الجامع والنسوان مثلا يقول لهن يعني إذا نريده اليوم مثلا نقرأ بيه هن المسؤولات، يعني شلون ينشرن على جروبات، وما شاء الله صلوات على محمد وآل محمد هالقد يعني نسوان تجي يعني ترس. فإن شاء الله على الفيديو الجاي أشوف شنو التحضيرات. طبعا أنا ما خليته ويا هذا الفيديو لأن قلت راح يصير كلش طويل، فراح إن شاء الله ورا هذا فيديو ثاني نشوفه. وهاي هنا نكمل المطبخ، وهذا الطباخ نظفته مسحته مسحة زينة. طبعا وكنست القاع مالته وهنا نريد امسحها. وطبعا هنا نشفن يلا يعني صفطتهن بالكاونتر. الهدوم غسلتهن وشريتهن على المحجر يعني بالبيتونة، لأنه قلت خاف أشرهن برا ويعني بعد من يطببهن، يعني أبو سجاد مو يعني جوزين ساهين هاي فما ينتبه عليهن، يظلن بالشمس قلت خلي أشرهن على المحجر حتى ما عليهن شي. وأني يعني قلت لك أنا روحتي ما بطيت يومين ورجعت. وهنا هاي غرفة الولد هم نظفتها وكملتها وسديت الباب، وهاي طبعا أنا كنت لابسة عباتي ومتحضرة بعد. وهذا البيت هماتي أنا منظفته ومعزلته على أكمل وجه، وطفيت الضويات والبنكات هم طفيتهن.
وهاي هنا هم باب الهول سديته. طبعا عندنا أحلى يوم لما نريد نروح لأهلي، وأكثر يوم نضوج بيه يوم اللي نرجع. طبعا كانت خوال ولد يعني الكآبة فول عندهم من نرجع من هناك. وهاي سدنا بيبالنا وتوكلنا على رب العالمين وطلعنا. ولهنا يخلص الفيديو، وأقول للجين مع ألف ألف سلامة حبايب قلبي، ولا تنسن اللايك والاشتراك، يعني اللي ما مشتركة تشترك، ولا تنسن اللايك، وأكون ممنونة من عدشن. انتظرني إن شاء الله بالفيديو الجاي ببيت أهلي. مع السلامة.